يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة، إنك على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رح نحضر معكم وصفة كتير طيبة، كيكة مهروس التفاح. المكونات صارت ظاهرة أمامكم على الشاشة، بتقدروا تعملوا لها سكرين شوت. على النار رح أبدأ بتجهيز بيوريه تفاح. رح أضيف تفاحتين مقشرات مع كوب مية دافية وأتركهم لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة لحتى يستوي التفاح تماماً. في صحن غميق رح نحط البيض ونضيف عليهم معلقة فانيلا. طبعا الفانيلا أو الفانيليا سموها كيف ما بتحبوا. من المهم إنه يكون طعمها وجودتها ممتازة حتى تعطي الكيك نكهة طيبة. الآن رح أمزج الفانيلا مع البيض باستخدام طبعا المضرب الكهربائي. فيكي تستغني عنه وتستخدمي المضرب اليدوي، حتعطيكي نفس النتيجة. الآن رح أضيف كوب سكر ناعم الحبيبات، رح نمزجه مع البيض بشكل كويس لحتى ما رح أقول لك يدوب السكر، ولكن يختلط بالبيض بشكل ممتاز. وبعد هيك ضفت كوب من الزيت النباتي، رح نمزج لحتى يتشكل عنا خليط كريمي. المزيج الآن صار جاهز. رح أضيف كوب ونص من الطحين. الطحين اللي استخدمته هو طحين أبيض مخصص للكيك أو طحين زيرو. بنصحكم بعدم استخدام طحين عالي البروتين أو متعدد الاستعمالات. لما نقول عالي البروتين يعني نسبة البروتين فيه من 15 وأكتر. على الطحين أو الدقيق أضفت معلقة كبيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة بيكربونات الصودا وربع ملعقة ملح. بعد هيك رح أنخل دقيق فوق المزيج. الآن باستخدام السباتولا رح نمزج المكونات كلها مع بعض. ما بنصحك باستخدام المضرب اليدوي ولا حتى المضرب الكهربائي في هذه الخطوة، حتى ما نطلع مادة الجلوتين من الطحين، لأنه وقتها رح يتشكل عندي كيك ناشف أو جاف، وهذا الإشي إحنا ما بدنا إياه. بدنا كيك طري وهش. مثل ما أنتم شايفين بهذه الحركة أنا بحاول إني أدخل الهواء جوا مزيج الكيك. بعد مرور 10 دقايق صار عنا التفاح جاهز. باستخدام الهاند بلندر رح نهرس التفاح، ما رح نتخلص من مية السلق لأنه إحنا محتاجينها. طبعا مثل ما أنتم شايفين رح نبدأ بتجهيز مهروس التفاح أو بيوريه التفاح بهذا الشكل. القوام حيكون عندكم واضح الآن على الشاشة، حيكون قوام طري ولين نوعا ما. الآن رح نزيد مهروس التفاح على الكيك. مثل ما أنتم ملاحظين قوام المهروس لين جدا لأنه إحنا ما تخلصنا من مية السلق. قبل ما نضيف مهروس التفاح على مزيج الكيك لازم نتأكد إنه صار بدرجة حرارة الغرفة أو دافي تقريبا. وطبعا لما نقول كيك التفاح لازم تكون القرفة حاضرة. أضفت معلقة صغيرة من مطحون القرفة. والآن رح أضيف البيكان أو الجوز الحلو. طبعا فيكي تستخدمي أي نوع مكسرات أنت بتحبيه أو تستغني عن هذه الخطوة تماما. في صينية كيك أو صينية فرن اللي عندك استخدميه. أنا وضعت ورقة زبدة، فيك تستبدليها بإنك تدهني الصينية شوية زيت وترشيها بشوية طحين. حطيت في كعب الصينية تفاحة مقشرة ومقطعة مكعبات، وضفت عليها تقريبا معلقة صغيرة ممسوحة قرفة مطحونة وبقية البيكان أو الجوز الحلو اللي عندي. رح أمزجهم شوية مع بعض عشان يختلط التفاح بالقرفة. والآن رح نبدأ بإضافة مزيج الكيك فوق التفاح والجوز. حنوزع المزيج بالتساوي في الصينية، وبعدين رح نخبزها في درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لمدة تقريبا 3/4 الساعة. هاني الكيك صار جاهز، قلبناه. وطبعا رح نشيل ورقة الزبدة ونتركها لتبرد، وبعد هيك نقطعها. ممكن تقدميها مع سكر بودرة أو حتى صوص كراميل على الوجه
حتعطي طعمة طيبة مع التفاح والقرفة والجوز. مثل ما انتم شايفين على الشاشة النتيجة أكتر من رائعة، حرفيا ريحة التفاح والجوز والقرفة ملت البيت، أو بالمصري قلبت البيت. بتمنى إنه هالوصفة إنها تكون نالت رضاكم وإعجابكم، وإن شاء الله بتشاركوها مع الناس اللي بتحبوها. لو عجبتكم وصفتنا لليوم اشتراككم في القناة هو أكبر داعم إلنا للاستمرارية إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته. اللهم إني استودعتك مبسم أمي وقلبها وصحتها وسعادتها، فاحفظها لي بعينك التي لا تنام، وأطل في عمرها واجعلها سعيدة الدارين قريرة العينين، لا تشتكي هما ولا حزنا ولا مرضا يا رب العالمين.